تخيل كده تدخل مستشفى أمراض نفسية وانت بني آدم طبيعي جدا، لا عندك هلاوس ولا اضطراب ولا أي تاريخ مرضي. كل اللي عملته إنك قلت جملة واحدة بس: أنا بسمع أصوات بتقول كلام غريب. الله فيها يا دكتور وغوش تاني. وبعدها يتفتح لك ملف يتكتب فيه مريض وتتحجز وتتشخص ويتقال عليك عندك فصام وانت سليم 100%. تعال أقول لك حصل إيه بقى. سنة 1973 عالم نفس اسمه ديفيد روزنهام كان عنده سؤال خطير جدا: هل مستشفيات الطب النفسي فعلا بتقدر تفرق بين الشخص المريض والشخص الطبيعي؟ ولا أول ما بيتحط عليك تيكت وليبل بيفضل لازق فيك حتى ولو كنت بريء منه؟ عشان يجاوب السؤال ده هو و7 أشخاص تانيين كويسين ما فيهمش أي حاجة راحوا مستشفيات نفسية مختلفة في أمريكا. ناس عادية جدا، مدرس، فنان، طبيب، ربة منزل، كلهم قالوا نفس الجملة: احنا بنسمع أصوات بتقول كلام غريب. بس غير كده كل تفاصيل حياتهم كانت حقيقية خالص. طب حصل ايه؟ هوب كلهم اتحجزوا فورا. مش عيب يا واد يا بلحة؟ عايز تسيب المستشفى وتهرب؟ أنا بلحة وكمان نسيت اسمك. خش يا بلحة. 7 منهم اتشخصوا فصام، 1 اتقال عليه عنده اكتئاب حاد. يعني الموضوع مش زيارة خفيفة كده، لا حضرتك دي بقت إقامة كاملة. أمال احنا بنهزر؟ أول ما دخلوا المستشفى وقفوا الكذب وقالوا للدكاترة احنا كويسين، مفيش أصوات، ما عندناش أعراض، وتصرفوا طبيعي جدا. بيتكلموا طبيعي وبيمشوا طبيعي، بياكلوا طبيعي، بيضحكوا طبيعي. بس المشكلة هنا إن مفيش حد صدقهم، وأي حاجة كانوا بيعملوها كانت بتتفسر على طول على إنها عرض مرضي. واحد منهم كان بيحب يكتب ملاحظات عن اللي بيحصل حواليه. الملف الطبي كتب إيه بقى؟ يكتب بشكل قهري، يعني حتى إنه بيسجل اللي شايفه بقوا شايفينه مرض. لو حد واقف لوحده شوية قالوا عليه انسحاب اجتماعي، ولو طلب يخرج قالوا إنكار للمرض، ولو قال إنه طبيعي قالوا ده جزء من الحالة. يعني باختصار انت دخلت مريض، خلاص كل حاجة بعد كده هتتفسر على الأساس ده. ما تقرفوناش بقى كتير اوفر كتير. المهم الدكاترة كانوا بيدوهم أدوية مضادة للذهان، والمشاركين بقى كانوا بيعملوا إيه؟ بياخدوا الحبوب دي في إيديهم ويخبوها وبعدين يرموها، ومع الوقت اتجمع عندهم كمية كبيرة جدا من الحبوب دي، بس ولا حد لاحظ ولا حد شك، وده لوحده مرعب كفاية. الأغرب بقى إن المرضى الحقيقيين جوه المستشفى بدأوا يشكوا فيهم. والله زي ما بقولك كده يا راجل قالوا لهم انتوا مش مرضى على فكرة، انتوا أكيد صحفيين، انتوا جايين بتراقبونا. يعني المرضى حسوا، بس المتخصصين ولا واحد اكتشف الحقيقة. وده كان من أكتر الحاجات اللي صدمت الناس، إن اللي المفروض مريض شاف الصورة أوضح من اللي المفروض خبير. بعد فترة اتسمح لهم إنهم يخرجوا، بس المفاجأة بقى إنه ولا واحد خرج بتشخيص سليم، لا ده كلهم تقريباً خرجوا بنفس التشخيص: فصام بس في حالة تحسن. يعني إيه؟ يعني أنت لسه مريض بس أهدى شوية. يعني حتى لما أثبتوا إنهم طبيعيين الليبل فضل محطوط عليهم. والعمل يا دكتور حيرتني. لما روزنهام نشر الدراسة دي بقى الدنيا كلها اتقلبت، واسمها كان On Being Sane in Insane Places، يعني إزاي تبقى عاقل جوه أماكن الغير عاقلين أو المجانين. فراحت مستشفى بعد كده اتحدته وقالت له هات ناسك تاني يا عم وإحنا هنكشفهم. وهنا المستشفى بدأت تشكك في مرضى كتير، وقالوا إنهم اكتشفوا عشرات المندسين. بس المفاجأة هنا بقى إن روزنهام ما بعتش حد أصلا، ولا حتى شخص واحد. المشكلة هنا مش بس في المستشفى، الموضوع في الليبل. أول ما حد يحط عليك اسم زي فاشل، ضعيف، شقي، حساس زيادة، مش نافع، معقد، مريض، كل تصرف بعد كده الناس هتشوفه من خلال الكلمة دي، ومع الوقت انت نفسك ممكن تصدقها. في المدرسة الولد اللي اتقال عليه شقي حتى لو سكت هيفضل شقي في عين المدرس، وفي الشغل اللي غلط مرة يبقى هو ده اللي دايما بيغلط ومودينا في داهية، أنا عارفك دايما أرقامك بايظة. في البيت اللي اتقال عليه مش نافع بيشيلها سنين، ودايما هيتقالك ما انت مش نافع في حاجة، قابلني لو فلحت. لا العفو، اصلك هتنجح، يبقى تعالى قابلني في تربتي لو نجحت. حتى في العلاقات يكفي مرة انك تتوجع عشان حد يقولك انت معقد، وبعدها تسأل نفسك هو انا فعلا كده؟ بس تعالى اقولك حاجة مهمة، الليبل مش دايما شر،
لو قلت لابنك طول الوقت إنه ذكي هيبدأ يتصرف على إنه ذكي، ولو قلت لبنتك إنها جميلة هتكبر واثقة من نفسها. يبقى الكلمة بتزرع فكرة، والفكرة بتبني سلوك. يعني الليبل ممكن يبقى سجن وممكن يبقى جناح يرفعك لفوق، بس أهم حاجة ما تحبسش نفسك بالكلمة اللي غيرك قالها عليك. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، لو المجتمع قرر يشوفك بطريقة معينة هتفضل شايف نفسك بعينك ولا هتصدقهم؟ هو سؤال صعباني شوية لكن هجاوب حضرتك برضو. اختار كويس. لو الحلقة دي خلتك تفكر اعمل لها لايك، ولو شايف إن حد محتاج يسمعها ابعتها له، ولو لسه ما اشتركتش يبقى اشترك عشان اللي جاي أعمق بكتير. واكتب لي في التعليقات، هل الليبل بيحبسنا ولا احنا اللي بنصدقه؟